السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تقبل الله صيامنا وصيامكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب بالصلاة والسلام على رسول الله. نجدد اللقاء مع متابعينا الأوفياء داخل المغرب وخارج المغرب. الحدث مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب موريتانيا، تعادل سلبي في كل شيء. تعادلنا مع موريتانيا اللي 105 عالميا، مع كامل احتراماتي للكره الموريتانيه وللشعب الموريتاني اللي بدا كيتطور، شي كيتطور وشي كيبقى لابس الجلباب ديال نصف نهائي قطر 2022. مباراة مملة، مباراة نقولوا ضعيفة بلا ما نبقاو نزوقوا. مباراة ما شفنا فيها حتى شي حاجة، شفنا تغييرات ما مفهوماش. جل اطول المباراه، جل اطول، نقولوا 90 دقيقه ما شفناش فيها المنتخب الوطني المغربي فرصه واحده اللي بنى، اللي خلق، ديال التوغل ديال سفيان الرحيمي وكملها بالصغير في يد الحارس. السؤال الان اللي كيطرح، واش بهذا الاداء بهذا المنتخب نقدروا غادي نواجهوا منتخبات قويه في كاس افريقيا اللي غتنظم في بلادنا؟ راه الاجواء اللي كانت في اكادير بالامس امام 60,000 متفرج، والاجواء الجميله ما بقى كاين لا رطوبه، ما كاين لا حراره، ما كاين والو، باش ما نبقاوش نتخباو ثاني. لا كاين الحراره، لا كاين هادي، لا كاين والو. والتصريحات ديال السيد وليد الركراكي بعد نهايه المباراه، عذر اقبح من زله. راه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديال التغييرات، ما تقولش لي راه كنجرب. راه حنا ماشي في البناء، حنا قلنا باش مشينا لربيع العالم اللي كل مره حنا ربيع العالم، ايوا نخليو داك ربيع العالم ونطعموا داك الشويه اللي خاص. مشينا لكوت ديفوار لعبنا مع جنوب افريقيا، من تما تقصينا وجينا ما كنماركيوش. المعضله ديال الهجوم، جرب فلان وفلان وفلان، ما كاين والو. وسفيان رحيمي ما غاديش نلومو انا في هذه المباراه، لان توظف في غير مكانه، ونتوظف في الجناح كيعطي مزيان باش ما نحرقوش الورقه ديال سفيان الرحيمي ونجيو للاستحقاقات ديال شهر 6 نقولوا ما دار والو. الان التشكيله اللي اعتمد عليها السي وليد الركراكي والقطاع الغيار اللي كانت معاه في كاس العالم، راه ما بقاتش نفس قطاع الغيار اللي كان في كاس العالم اداء. حكيم زياش، الجهه ديال حكيم زياش كانت ميته في المباراه، ما قدم ولا شيء. كيشد الكره، اما كيبريسيو عليه، اما كتمشي. فين هو دوك التوغلات، اللعاب اللي كيتوغلوا وسط المدافعين؟ ما شفنا حتى شي حاجه. نفس الشيء الاداء ديال حكيمي تراجع. كانوا كيشكلوا ثلاثي قوي مرعب بين حكيمي وحكيم زياش وناحي، لما تراجع المستوى ديال الثلاث اللاعبين تراجع المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي. المشكل هو ان المنتخب الوطني المغربي وما شفناش شي خطه كيلعب بها. غير وليد الركراكي من النهج التكتيكي ديالو من 4-1 4-1 ل 3 ل 4 3 4 2 3 1، هو يتلف. ما كاينش حلول. ثلاثه المرات وحنا كنتعادلوا مع المنتخب الموريتاني و105 عالمي، وحنا غير الامس الندوه الصحفيه قال لك ما غاديش نساو لان كنا ربيع العالم. ربيع العالم بهذا المستوى هذا راه ما غاديش نوجد. في افريقيا راه قلتيها انت، راه الخبز الافريقي راه صعيب، راه صعيب. راه خصك واحد الفكر تكتيكي كبير اللي توجه به. راه دابا الناس المدربين ديال المنتخبات اللي يواجهونا قاريين وليد الركراكي، قاريينك مزيان، حافظين التكتيك باش كتلعب، حافظينه مزيان. ها هو جا السيد سد لك، دار لك البلوك با، ما عندكش حلول نهائيه باش ما تلعبش رحيمي كجناح اللي سريع وتمروا ليه الكورات، لعبتيه كراس الحربه. شكون ما كاينش اللي غيمريه الكره، ما كاينش اللي غيعطيه، لان الجهه ديال حكيم زياش كانت مشلوله 100%. قلنا في الفيديو اللي فات، وكاين اللي تيقول لك لا حكيم زياش قطاع الغيار العميد. السي راه العميد ديال المنتخب الوطني المغربي خصو يكون جاهز، 11 لاعب خصو تكون جاهزه. قلنا في الفيديو اللي فات بانه ما يمكنش تغير وسط الميدان اللي هو قلب ديال اي فريق العالم، وسط الميدان، وغتجي وغادي تغيروا كله 100%، وتدخل لاعبين جداد، لاعبين شباب اللي ما عمرهم لعبوا مع المجموعه. امير ريشاردسون
والعزوزي، على الاقل يبقى امرابط مكان العزوزي، ولعب امير تشارلسون هو اللي يبني، والكاسور يكون امرابط، باش تكون داك التوازن. فين داك التوازن اللي كنا كنهضروا عليه، اللي بغينا نبقاو نحتفظوا على التوازن ديال المنتخب، حنا هرسناه اوسط الميدان. دابا راه وليد الركراكي انا متاكد والله تيمشي لشهر 6 وتالف من دابا راه تالف، حيت جبنا ابراهيم دياز لاعب كبير، الياس بن الصغير لاعب كبير، سفيان رحيمي ما كاين، ما شفنا والو. واش هذا هو ربيع العالم؟ وصلنا هذا هو ربيع العالم اللي ضلينا هزينا داك الجيل ديال ربيع العالم مجرينو معنا حنايا. الناس اصاحبي راه كتشتغل، الناس راه خدامه، راه خصنا نخدموا، راه الا مشينا بهذا السيستيم هذا في شهر 6 لا قدر الله غادي نقصوا من احصائيات كاس العالم، يولي نفس النهج تاكتيكي كنلعبوا به وما كاينش حلول. ما نتسناوش اننا غادي نتوجوا بكاس افريقيا في بلادنا، وغادي تكون هذيك هي الصدمه اللي غتكون في الجمهور الوطني المغربي. السيد خصو يجلس مع الناس ويدير، يغير شي شويه، غير من الفكر التكتيكي. راه كلشي كاين 11 لاعب اللي هي في الطب، شتي مدرب جيب مدرب ما عرفت شنو بهذا اللي فيكتيف اللي عندنا ديال المنتخب الوطني، والله تيدير معجزه. لعابه دير التصريح ديال عطيو الحب للعابه، عطيو الحب للعابه. حنا جينا هنا مسلسل مكسيكي ولا مسلسل درامي؟ هذه راه كره القدم، راه اللعابه كيتسناو من الجمهور، كيتسناو الدعم من الجماهير، راه دعموهم. ولكن باش كتنتقد لاعب بانه ما كيعطيش العطاء، راه ماشي هذا الانتقاص منه. الحب راه ما كاينش في كره القدم، ما كاينش العاطفه نهائيا في كره القدم في اي مجال نهائيا. العطاء مقابل رسميه، كيعطي غادي ياخذ الرسميه ديالو، ما كيعطيش السلام عليكم اسمح لنا. في كاين المشكل، المشكل ديالنا الان اللي كنعانيو في المغرب، وقلتها وعاودت قلتها، بان ما كاينش المنافس داخل الوطن، داخل اللي كيمارسوا في البطوله الوطنيه، اللي كينافسوا اللعابه اللي كيجيو هما مغاربه. اقولها واكرر باش مشان يقول لي لا هادو راه ماشي وطني، كلهم وطنيين، كلنا مغاربه اللي كيجيو جنسيات مزدوجه ولا اللي كيلعبوا في البطوله. ولكن كان عندنا لعابه اقوياء اللي يقدروا ينافسوا حكيم زياش داخل سميتو، غيعطي العطاء ديالو اكثر، وما يمكنش يتنادى عليه وهو مصاب ولا راجع من الاصابه. الا كانت ديك الفكره ديال خصنا نعيطوا خصنا نجيبوا زياش لان جاب ابراهيم دياز باش ما، هذيك هضره خاويه. هذا منتخب وطني مغربي اللي كيستحق يلعب خصو يلعب، اللي ما كيستحقش يلعب يبقى خويا في دوكات البودان، عيطنا عليه يبقى في دوكات البودان، لان ما كانش خصو يلعب. حكيم زياش انا بوجهه نظر ديالي ما كانش في المباراه طيله 90 دقيقه، داك الشيء اللي لعب ما خصوش يلعب، لان ما قدم حتى شي حاجه نهائيا، وتعطاتو اشاره العماده، وما كنشتغلوش على الكرات الاخطاء اللي كتسدد. حكيمي كل مره كيطوعها في السماء في اكادير مشات الكره، نفس الشيء حكيم زياش. ما كنشتغلوش كره الثابته ما كنشتغلوش عليهم، البناء ما كنشتغلوش عليه نهائيا. دوك اللعابه مساكن اللي الشباب بجوج بهم تلفوا، اقتحموا بجوج، وصل المجموعه تلفوا بجوج. امير تشارلسون واحد الوقيته كنشوف فيه مره يمشي مره ما عارف فين يدي بلاصه مسكين كاع. هذا ما تنقولوش بانه راه ما كيستحقش، لاعب كيستحق، ولكن يكون معاه واحد ذو خبره اللي هو امراض، يبقى امراض رغم امراض انه في النادي ديال ما كيعطيش، داخل المنتخب الوطني المغربي ما كيعطيش. عرفنا بانه ما غاديش يلعب المباراه المقبله في الاقصائيات لانه تطرد المباراه الاخيره مع جنوب افريقيا، ان البطاقه باقه ساريه على امر. ولكن على الاقل يكون ذاك التوازن ديال المنتخب. ما لمسنا حتى شي تغيير، ما لمسناش نهائيا، ما كنماركيوش لحد الساعه، ما كنماركيوش نهائيا. فين كاين المشكل؟ اللعابه كينفجروا مع الانديه ديالهم، وفاش كيجيو للمنتخب فين كاين المشكل؟ السؤال طرحتيه لراسك السي وليد الركراكي، واش المشكل في اللعابه ولا المشكل في انا؟ المشكل في المنظومه التكتيكيه ديال السي وليد الركراكي، كامل احتراماتي. لان اللاعب اللي غادي ابراهيم دياز ولا كيرجع حتى لبلاصه امير تشارلسون باش يجيب الكره باش يباسيها، باش السيد راه كيحرق الطاقه، عوض يكون لاعب قبل منه اللي يباسي الكره يبني الهجمات. ما عندناش نهائيا. اللاعب الوحيد اللي تيبان لي جوج لاعب اللي العطاء ديالهم باقي مستمر من كاس العالم الى الان هو يحيى عطيه الله ونايف اكرد. هادو عطاء ديالهم ما شاء الله اللهم بارك، كاينه استمراريه وكاين عطاء. شفنا اكرد رجع لبلاصتو في هذه المباراه هذه، كنا مزيان في خط الدفاع،
الى جانب شادي رياض ابان هو الاخر انه كيستحق الرسمه ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. هناك لاعبين خصنا نقولوا بارك، ماشي نقولوا بارك نهائيا، ولكن يمشيو ويشتغلوا، تكون منافسه. كان ندخلوا امين عدلي بلاصه حكيم زياش، ولا ندخلوا رحيمي في الجهه ديال بن الصغير ونجيبوا بن الصغير بلاصه حكيم زياش، ويكون توازن. اما راس الحربه الى ان يرث الله الارض من هادشي اللي بان لي انا. نمشيو غادي نقلبوا ثاني هادشي اللي بقى شهر 6 الشهور اللي بقى 6 نمشيو نقلبوا ثاني على شي واحد، نمشيو نشوفوا ثاني فين كاين شي واحد مخبي شي نقرا ثاني باش نجيبوها. اما هادشي اللي عندنا هنايا خصنا نعطيهم الحب، خصنا ما اش غادي نقول لك، الحب راه ما تيماركيش السي وليد الركراكي، ما عمر الحب اللعابه راه ما كيتعطاهمش الحب في الانديه ديالهم كيماركيو عادي، كيلعبوا عادي وكيماركيو. اشنو خاصهم؟ كاين شي حب اكثر من هذا؟ 60,000 متفرج وفطروا في التيران، كاين شي اكثر من حب من هذا؟ كاين شي دعم اكثر من هذا؟ وحضور رئيس الجامعه. رجع الحسابات السي وليد الركراكي، لانه ما بغيناش نوصلوا كاس افريقيا ان شاء الله ديال 2025 وغتكون الصدمه قويه. اشتغل بزاف، اشتغل مزيان. هذه مهمه ديال الناخب الوطني والطاقم التقني اللي شفنا. كنشوفوا في الحوارات ديما هو تنشوفوا بن محمود هو اللي كيحاول يعطي الحلول لوليد الركراكي. شفناه وقت ما شداتو الكاميرا، هو اللي كيعطي الحلول للسي وليد الركراكي. السي وليد الركراكي الفكر التكتيكي كيفاش غتواجه بلجيكا وكرواتيا وكندا والبرتغال واسبانيا ولا المانيا، ماشي هو نفس الفكر التكتيكي باش غادي تواجه الفياله ديال الكوت ديفوار ولا الكاميرون ولا السنغال ولا مصر ولا الجزائر. ولا راه طور من الفكر. وشوف الوصفه الافريقيه، شوف شي وصفه افريقيه راه هي اللي غادي تصلح الكاس افريقيا اللي غيتنظم في بلادنا. جمهورنا العزيز، وصلنا لنهايه هذا الفيديو، اسمحوا لنا الى هضرنا بعد الانفعال، ولكن ملي كنشوفوا هذا التراجع ديال المنتخب الوطني المغربي في ظل هذا الكم الهائل من النجوم وربيع العالم والهضره والغرور وما فهمتش انا والله ما انت غنهضوا بكره القدم في بلادنا. ما كاين شيء، كاين شي خلل تمايا. فين كاين الله اعلم؟ واش التكوين، واش الفكر ديال اللعابه، واش اللعابه دابا اللعابه راه كاينه واحد القضيه، سمحوا لي الا طولت شويه. شي لاعب اللي كيجي يلعب مع المنتخب وكتوفر ليه جميع الظروف وكينهزم في واحد المنافسه وكيتعيط ليه ثاني وكيتقصى ثاني في المنافسه وكياخذ الامتيازات وكيمشي وسميتو كيتنادى عليه، اسمح لي ما كيعطيش مع كامل الاحترامات. لان ملي غتقصى وغادي ونستغنى عليك، كون كيف ما بغيتي، كون النجم ديال ما عرفتش ونستغنى عليك ونمشي نقلب على خلف ديالك، انا متاكد بان ذاك الخلف غادي يفكر بانه غادي يتم الاستغناء عليا ثاني اذا كان عنده حب ديال المنتخب وعنده ذاك الحس ديال الانتصار. ما نهزم ونهز الشنطه ديالي ونركب الطياره ونمشي للنادي ديالي ونماركي ونفرح وانا فرحان سميتو. وهذا الجمهور المغربي مسكين هنا راه كيتفقس وتا حاجه تتغير وما كاين والو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.